مرحبا. بسم الله نبدأ. عم بسمع بالأخبار إيران بدها ترجع العلاقات مع الحكومة السورية، وهذا الشي اللي ما بنقبله أبدا. كل الشعب ما رح يقبل نرجع علاقاتنا مع أعدائنا. شو قولكن إيران بدها ترجع تعمل؟ شو بدها تعمل بسوريا؟ وليش راجعوا؟ مشان مقامات؟ حسينيات؟ والحج الكذب؟ كلها مقامات وهمية صنعوها ليغسلوا دماغ الأغبياء فيها، مثل ما صنعوا المنظمات اللي بالي بالكم وتهمونا فيها، التنظيمات اللي عم يقولوا عليها إرهابية هن صنعوها بمساعدة بعض الدول اللي كلياتنا بنعرفها، وتهموا أهل السنة بهاي التنظيمات. خططكم صارت مكشوفة. إيران بدها ترجع تأذي، وباسمي وباسم الشعب كله ما رح نسمح بهذا الشيء أبدا. إياكم ترجعوا تحطوا إيدكم بإيد إيران، لا يؤتمنوا. هاي المقامات الوهمية اللي عملوها بالشام كلها كذب، كلها لمصلحتهم، والأموال اللي عم تفوتن من وراها عم بيستفيدوا منها. وانتو يا شيعة لو تعرفوا وين عم تحطكن إيران ولوين بدها تاخدكن. غسلوا دماغكم بأفكار ما لها علاقة بالدين، ولا علاقة بعلي ولا آل البيت. لو بتفكروا بس بتشغلوا مخكن بس 5 دقايق انتوا عرفتوا وكشفتوا انه كل شي عملوه إيران وغير إيران كان لمصلحتهم وليربوا الحقد بقلوبكن تجاه أهل السنة. امتى رح تصحوا؟ امتى رح تكونوا ناس ظابطين ومفتحين؟ امتى رح يشتغل مخكن؟ إيران ما بدها إلا الدمار والخراب. سيدنا علي رضي الله عنه بهديك الأيام لا كان شيعي ولا كان سني، كان مسلم بيتبع سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بهداك الوقت ما كان في شيعة، ما كان في سنة، كنا مسلمين
نتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. الأفعال اللي عم تقوموا فيها هلأ يا روافد ما بتمد بالإسلام بأي صلة، ولا بتمد بعلي بأي صلة، ولا بآل البيت. اصحوا بقى. لوين بدها توديكن إيران؟ لوين؟ بتمنى من الطائفة الشيعية تصحي على نفسها، تصحي وتفكر ولا تتبع، لا تكونوا تابعين تتبعوا الطريق الغلط. سيدنا علي ما كان هيك، ولا آل البيت. اصحوا بقى. صدقوني إذا رح تضلوا على هالطريق رح تخسروا كتير. سيدنا علي رضي الله عنه والرسول عليه الصلاة والسلام وآل البيت كلهم رح يكونوا بريئين منكم يوم القيامة. اصحوا بقى. سلام.